طب ده شيء جميل. طب كلوديا بعد كده بتقولي بقيتي مذيعه اطفال ده وبعدين يعني شويه شويه مع الدراسه مع مذاكرتي، يعني ما سبتش كمان الدراسه بتاعتي، انا الفتره دي بس اجلت. شاركت بمس ارب وورد عشان انا ما كنتش متخيله اساسا ان انا هشارك فيها. انا جالي ان هم طلبوا مني ان انا ارشح نفسي لمس ارب وورد، فجاء فعلا انا من بين 42 عراقيه كلمتني سفاره قالت لي لازم تطلعي، فكانت البدايه من هنا. ما كنتيش قدمتي حتى عليها كلوديا؟ انا قدمت من طريق النت بس انا كلموني قالوا لي، فانا ما تخيلتش انه الموضوع سيريس كده. يعني انت بس تملي ابلكيشن وهتبعته بعديها بشهر، فعلا يعني عدى على الموضوع شهر ونص. فكلموني قالوا لي لا انت لازم تكوني موجوده، وانا بوقتها ما كنتش يعني في البلد اللي انا مقيمه فيها، كنت في اسطنبول في تركيا. فمش هتصدق ان انا الطريقه اللي انا جيت بيها من اسطنبول للبلد اللي انا كنت مقيمه فيه بنفس اليوم، 3 ايام سفر من غير نوم. وبعدين رحت شرم. ما وصلتي كانت فين المسابقه؟ كانت في شرم الشيخ، وجيت هنا يعني خلينا نقول لحسن حظي ويعني ولسوء حظي شويه، انه الوقت بوقتها كان فيه شويه الاجواء ما كانتش كويسه، فما كانش فيه طيران في يومها، فاضطريت ان انا اطلع 6 ساعات لشرم الشيخ في العربيه. فكان الموضوع صعب قوي، كنت اخر يعني مشتركه. بس الحمد لله اخذت اللقب. بيقول لك لسه هقول لك يعني وفاز بالملذات من كانت جسوره. يعني هي الحاجات مش كل حاجه تبقى صعبه تحسها انه ربنا بيقفلها، لا بالعكس، ممكن في حاجات صعبه عشان انت تفضل مصر على هدفك وتتقدم وتحصل على اللي انت عايزه. ما انا بقول لك طالما في الاخر اخذتي اللقب فيعني الحمد لله اتعوضت ال6 ساعات والظروف الفظيعه دي. طيب اسمحي لي معانا تليفون من الموزع خالد نبيل، نقول له صباحك عندنا. صباحك عندنا يا استاذ خالد. صباح النور. استاذ خالد استاذنك بس توطي التلفزيون تسمعنا التليفون بعد اذنك. طيب. مفاجأة. ايوه استاذ خالد صباح الخير، اتفضل. صباح النور. كلوديا معاك، كنتوا اتعاملتوا مع بعض في اغنيه ايه؟ بندم عليه، بندم قوي. بندم قوي بالظبط. صباح الخير يا خالد. صباح النور يا جميل. ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه المفاجأة الجميلة دي؟ بجد يعني فاجئتني. اخبارك ايه يا جميل؟ تمام الحمد لله. خليه اساله هو، قول له قد ايه في تعامل بيننا انا وهو. خالد، كلوديا في الاستوديو متعبه ولا مش متعبه؟ مطيعه مش مطيعه؟ بتحتاج ينسون كتير؟ يعني احكي لنا عنها كده. لا يا بص، هي كلوديا من المطربات يعني اللي تتميز بالذكاء. فهي من النوع اللي اما مثلا انت مثلا هي عارفه ان انت عندك مثلا حاجه معينه، فهي بالتالي بتبقى واخده بالها ان هي لازم تسمع كلامك فيها. يعني انت مثلا شاطر في الحته دي، فبالتالي هي بتاخد منك ده. تمام. مش من النوع اللي في ناس بقى بيبقوا معاندين شويه، اللي هو يقول لك لا ما انا فاهم برضو. عارف انت في ناس كده. فلا، بس هي مميزه جدا في الحته دي، ومن نوع يعني طيعه قوي، وهي عندها موهبه انها دي موهبه كبيره، موهبه ان المطرب عنده ذكاء دي. تمام صح اكيد. طب بتشرب ينسون كتير ولا ما بتشربش ينسون كتير يا خالد؟ يعني الصوت لا خليه هو يقول لك. قول له يا استاذ خالد. الصوت سالك على طول ولا مش على طول؟ لا تمام. بس اصل موضوع اليانسون ده موضوع كده، عارف، مش هو طبعا هو اي حد بيحتاج ينسون. لا هي دي دعابه مش اكتر. كلوديا تحبي تقولي حاجه اخيره للموزع خالد نبيل؟ طبعا عايزه اقول له ميرسي على تعاونه الكبير معايا. انا وخالد بنعمل البوم تراثيات كلوديا وبننجز فيه حاجات كتير، وعندنا غنوه من الحانه اسمها اعمل ايه وياك، واغنيه بندم قوي. فيا رب يا خالد دايما شغلنا يبقى مع بعض، وهو موزع رائع وتعامله كلاسي، يعني من الناس اللي المفروض مصر تفخر بيهم. بجد انا بفتخر بخالد ان انا اتعاملت معاه. ميرسي ليك يا خالد بجد. ميرسي يا قمر، ميرسي ليكي، واسمع صوتك بقى يا حبيبي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. بنشكرك على المداخله دي جدا الموزع خالد نبيل. كلوديا، يمكن كنت بتقولي ان في تعاون ما بينك وما بين خالد في تراثيات كلوديا. احكي لنا عن الالبوم ده. الالبوم ده كله تراثيات عراقيه. كله تراثيات عراقيه. هي من الاغاني من التراث العراقي، عباره عن 15 غنوه. سبق واتكلمت فيها كمان على قناه المحور، فكان المفروض هو ينزل قبل الالبوم ده وقبل ما تكلمني الشركه.
فما ينفعش ان انا انزلهم بنفس الوقت، فانا اجلت طرح الالبوم ده للسنه الجديده ان شاء الله. لسه ما تحددش الميعاد، بس لازم يكون في مسافه بين يعني بين البوم الوقت ده وبين البوم تراثيات. بس متهيألي من اللطيف ان هيبقى الناس اتعرفت عليكي بشكل تجاري او كوميرشال اكتر. نعم. عشان بعد كده حتى ال ودي مش سنجل وما فيش اي غنوه نازله منهم، دي كلها اغاني من التراث العراقي، لكن احنا بنقدمها بطريقه جديده، بتوزيع جديد، بشكل جديد. ان شاء الله يا ربي اكون قادره على المهمه الكبيره دي. تحبي إلهام المدفعي؟ طبعا بحب إلهام المدفعي. طب ايه مقدمه له حاجه في هو اللي مقدم لي حاجه، هو غنى لي اول ما طلعت ملكه جمال عرب اغنيه اسمها اشجر بشامه، يعني عارفها طبعا. يا ابو ابتسامه. أوكي. فهي اشجر بشامه يعني اشقر بشامه، اشقر بس عنده شامه. بالظبط. اوكي طيب. طب كلوديا، ما تسمعينا حاجه من تراثيات عراقيه لو حابه، بما ان هي مش هتبقى متواجده قريبا في الاسواق، فنسمعها منك كده. اسمعك ايه من البوم التراثيات؟ انت عايز تسمع عراقي مش مصري؟ يعني اتمنى. اوكي تمام. لو عايزه تسمعينا عراقي وبعد كده تسمعينا مصري زي ما انت عايزه. عليك اسأل، عليك اسأل، عليك اسأل من الرايح ومن الجاي، وحنن لك وحنن لك وحنن لك مثل راعي ويحل الناي، واقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك، واقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك. ميرسي. ميرسي ليكي كلوديا. على فكره الالحان متهيألي العراقيه صعبه الى حد ما. الغنوه دي صعبه جدا. هي لا مطرب عندنا عظيم اسمه فاضل عواد. أغنية أنا مجازفة فيها فعلا. كل الناس بتقول لي ازاي هتغني الغنوة دي، وأنا حتى بغنيها دلوقتي لأول مرة بحس إن أنا عندي رهبة، مع إنه بغنيها بالحفلات، بس كل الغنوة صعبة بجد عشان بيغنيها على طريقة التريلات. يعني هو عنده صوت رهيب. تمام. وهو دكتور فاضل عواد، هو دكتور بالصوتيات عندنا في العراق، ربنا يخليه يا رب. فهو أساسا مطرب عظيم، فأنا أخدت منه الغنوة دي. تمام. طب كلوديا، انت بتقولي كنت مذيعة اطفال. نعم. ده من امتى؟ يعني قصدي وانت صغيره ولا لما؟ وانا صغيره. وانت صغيره كمان؟ وانا صغيره. يعني انت طلعتي مسرح وتلفزيون وانت صغيره؟ بالظبط. تمام. مثلتي كمان؟ مثلت في مشاعر في البورصه هنا في مصر، وتقدم لي عروض كمان في اوقات كنت في سوريا، وتقدم لي عروض في مسلسلات تاريخيه وفي الاردن، اما كمان كنت متواجده هناك. بس ما كانتش فكره التمثيل لسه واخداني، وبصراحه كنت بخاف من الخطوه دي عشان انا ما كنتش يعني مش واخداها من الدراسه بس. يعني انا مش دارسه تمثيل، لكن ان انا كنت عايزه بيشوفوا الناس فيا الموهبه اللي تسمح بده. لكن انا كنت بصبر شويه، قلت ان اخد كورسات كويسه، برغم ان انا كنت زي ما بقول لك ان انا في مسرح اطفال، لكن مختلف عن مسرح الكبار خلينا نقول يعني. واخدتي فعلا اخدتي الكورسز دي ولا لسه؟ اخدت الكورسز هنا في مصر كتير. تمام. وبعد يعني انا عملت مشاعر في البورصه، انا ما كنتش عامله اي كورسز، لكن بعديها عملت مع مروه جبريل، عملت مع كذا حد، مع ايمن سلامه. فيعني بتفيد جدا حتى بشغلك بحياتك بكل حاجه في الكليبس اللي احنا بنقدمه، فهي حاجه مهمه يعني الواحد يثقف نفسه فنيا. طيب يعني بما انك اخدتي الكورسز والكلام ده كله، فانا اقدر اقول انك حابه انك تستمري في موضوع التمثيل. انا يعني مشروع مؤجل شويه. مشروع مؤجل شويه. نعم. بس لنفترض جدلا او شفناها يمكن مع مطربات كتير نجحوا في التمثيل اكتر بكتير من الغنى. وده بعدهم عن الغنى تماما، يعني بدون ذكر اسامي، بس في كذا مطربه في الفتره الاخيره كانوا متالقين كمطربات، بس لما مثلوا يمكن نجحوا اكتر ونسيوا تماما الغنى، مش حطوه يعني مش قل اهتمامهم بيه، حطوه تماما على جنب. لو حصل لك الموضوع ده
هيحصل ده يعني لو نجحتي قوي في التمثيل؟ بصراحه لا، ما اعتقدش، عشان انا جيت قلت يعني فكرت مع نفسي بالطريقه اللي انت بتقولي عليها دي، بطريقه السؤال ده. شفت نفسي لا، انا بعيده شويه عن التمثيل. ممكن ان انا اقدم دور صح، ممكن ان انا اقدم دور حلو يناسبني، لكن ما يعني وممكن احترف التمثيل بس مش ما اسيبش الغنى لا، ما اقدرش. تمام. عشان انا جربت حلو، انا بحترم كل من نجح في التجربه دي، علشان في ناس فعلا نجحت، وفي ناس من منتجين بيقولوا شايفين فيا ان انا ممثله اكتر من ما انا مطربه، وفي ناس شايفه العكس، وفي ناس شايفاني لا مطربه ولا ممثله، شايفاني في الاعلام. كل حد شايف حاجه، بس انا اللي انا شايفه في نفسي الفتره يعني أنا بحقق حلمي في احتراف الغناء، وبنفس الوقت أنا حابة المجال ده، وبشوف نفسي إن أنا عندي عطاء ليه. تمام. وده أهم حاجة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيه. وكلوديا أنت كمان عندك حفلتين في الكريسماس وفي نيو ييرز مع الفنانين السوبر ستارز راغب علامة ورامي عياش. نتمنى لك فيهم يا رب إن شاء الله كل التوفيق. تسلم. وتنورينا في صباحك عندنا لما الألبوم ينزل كده إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. أنا بشكرك على استضافتك ليا، وبشكر قناة المحور وكل المشاهدين اللي كانوا معانا. ميرسي ليك بجد. ميرسي ليكي، أنت نورتينا، بنشكرك على وجودك معانا. بشكر حضراتكم على المتابعة. يا رب حلقة النهارده تكون عجبتكم. ويكند سعيد يا رب عليكم. آخر ويكند سنة 2010 يا رب إن شاء الله يكون ويكند مميز.